ورجعت الصدارة لعرينها الاتحادي. الهلال ذاك من نفس الكاس بأقل مرارة من ضمك. ضمك فاز على الاتحاد، ولكن ضمك تعادل مع الهلال، أو ما إن صح الهلال تعادل مع ضمك. زي ما أخذ الصدارة أو هز الصدارة الاتحادية، ورجع الصدارة للاتحاد بهذا التعادل الثمين. يا جماعة صراحة الدوري السعودي راح يروح منحنى ثاني. أنا في وجهة نظري من بعد الجولة الخامسة حيروح مكان ثاني، حتتغير كراسي وتنقلب فوق تحت، ما حد يطمن على أي كرسي جالس عليه أي فريق. فعشان كذا اللي يكون فايز ينبسط اليوم ويفرح، لكن ما في فرح تدوم ولا في زعل يدوم. ومبروك للاتحادين رجعت الصدارة. شفت جدول الترتيب اللي نزل قبل شوي؟ تأمل الفرق من آخر الترتيب يمكن لين الترتيب، يعني آخر 8 فرق في الترتيب. طالما الكراسي متقاربة، النقاط متقاربة متلاصقة متطابقة، فاعلم أن هذه الفرق هي اللي راح تشكل ملامح الدوري، وهي راح تشكل ملامح البطل بالذات. من سينافس على بطولة الدوري هي من تشكل هذه الفرق الباحثة عن مقاعد الأماء والنجاة، تبغى تنجو. فلذلك هي راح تلعب مباريات كبرى زي ما شفتوا. أحرج ضمك، أحرج الاتحاد، وأحرج الهلال، هم أقوى المتنافسين من الأسابيع الأولى على بطولة الدوري. فلذلك لا تعتقد من اليوم أو من الجولات القادمة إن أي مباراة سهلة. متى تشوفها سهلة؟ إذا بتعرف مباراة سهلة إذا حسمها فريق في الشوط الأول، تقول خلاص هذه مباراة سهلة. لكن ما في ولا مباراة تحسم من الشوط الأول. خذوها من الجولة ذي، ما راح تحسم الشوط الأول بسهولة أبدا.